من اهم الحاجات اللي لازم تكون موجودة عندك في شخصيتك وهي انك تكون واثق من نفسك. بس واثق من نفسك ازاي؟ في ثقة بالنفس داخلية وثقة بالنفس خارجية. انا مش طلع دلوقتي عشان اقول لك البس لي طقم حلو وروح اي مكان بس كان تبقى واثق من نفسك وجامد، لا، انا جاي اقول لك دلوقتي ازاي تكون واثق من نفسك داخليا في اي موقف ايا كان في حياتك. الشخصية القوية، في فرق كبير ما بين انك تكون شخصية قوية فعلا وتكون شخصية بتمثل ان هي شخصية قوية فبتعمل افعال عبيطة. في فرق كبير. طيب التنمية البشرية وتطوير الذات، هل فعلا الكلام ده بلح وملوش اي مصدر ولا اي حاجة ومش بيفيد الانسان في حياته ولا ايه؟ المواضيع دي كلها انت لو اتفرجت على اليوتيوب مثلا هتلاقي اقل حاجة 40-50 دقيقة عشان تلم كل المعلومات ديت تكون في دماغك، ولو اصلا في الساعة ديت او ال50 دقيقة دولت قدرت ان انت توصلهم. طيب لو انا فهمتك كل الكلام ده في 10 دقايق هتستفيد جامد، صح؟ وهتوفر وقتك جامد. بس اهم حاجة عايزك تعمل لك كوباية قهوة حلوة جدا. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. بقالي فترة ما بنزلش فيديوهات بس عشان كنت بظبط حاجات وبظبط الفيديوهات تبقى انتاجيتها احسن وجودتها احسن والكلام دوت، وان شاء الله باذن الله من هنا وجاي كل اسبوع هنزل لكم فيديو مختلف، فيديو انتم مستنيينه، فيديو انتم بتحبوه. فيلا بينا انزل اضغط لايك ودوس اشتراك لو مش داس اشتراك، ويلا بينا نبدا الفيديو. خلينا نبدا بالثقه بالنفس. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الثقه بالنفس عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده في منها نوعين، ثقة بالنفس داخلية وثقة بالنفس خارجية زي ما انا قلت لك في الانترو بالظبط. طيب ايه الجديد دلوقتي؟ هقول لك حالا ايه الجديد. الثقة بالنفس الخارجية دي اللي بتظهر للناس، اذا كان بقى لبسك، مظهرك، عامل ايه، دي اللي بتظهر للناس. طب الداخلية دي محدش بيشوفها، دي بينك وبين نفسك. حلو جدا. انا مش عايزك تلعب على الثقة بالنفس الخارجية بس. ليه؟ لان انت واثق من نفسك خارجي بس اتكلمت معاك كلمتين لقيتك عبيط، كل حاجه راحت، فاهم؟ فانا عايز يبقى الثقه بالنفس خارجه داخليا، فخارجيا مش مهم بقى، فاهم؟ حتى لابس كويس ماشي كويس، مش لابس كويس عادي، كده كده هي جواك جزء لا يتجزأ منك، فاهم؟ اللي هو الاتنين مع بعض كده مش هينفع ان هما يتشالوا. هو شخص في كل مواقف حياته واثق من نفسه. ازاي بقى تكون انت الشخص اللي واثق من نفسه في كل مواقف حياته وتكون الثقة بالنفس دي داخلية؟ هقول لك حالا. أي موقف في حياتك أيا كان بيعتمد على حاجتين: طريقة تفكيرك والكلام اللي أنت بتقوله للي قدامك. أي موقف أيا كان، صح ولا غلط؟ صح. حلو جدا. أنا عايز يبقى طريقة تفكيرك في البداية اللي هو جذر الموضوع تبقى مبنية على فكرة واحدة، اللي هو أنت مش شخص قليل، أنت شخص بتقدر تعمل حاجات كتير في حياتك، اللي هو منتج مش مستهلك. انت شخص عندك مهارات بتقدر تساعدك في حياتك، ومش شخص ملوش قيمة، لا، شخص عنده قيمة كبيرة جدا. حلو، دي طريقة تفكيرك. طيب ازاي بقى تخليها الثقة بالنفس دي داخلية وتظهر للناس كويس؟ انك اي موقف في حياتك ايا كان هتفكر 5 ثواني قبل ما ترد. والموضوع دوت يعني مش عايزك تعتبره هزار او بتاع، لا انا بتكلم بجد. فكر 5 ثواني ولما تيجي تتكلم خلي نبرتك قوية وقول الكلام بطريقة كويسة اللي قدامك يستقبلها، وخليك واثق من نفسك وانت بتتكلم. مش شخص مثلا خايف، مش شخص مرتجل، مش شخص مثلا مش عارف هو بيقول ايه. لان الثقة بالنفس في مفهوم خاطئ عند ناس كتير، وهو ان انا اعلي صوتي واتكلم بكلام اهطل واشتم يبقى انا كده واثق من نفسي وجامد جدا. والكلام ده عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده غلط كبير جدا جدا. انا ممكن اكون واثق من نفسي وبقول كلام بافكار اللي هي الجذر مظبوطه جدا كويسه جدا بس باسلوب كويس، بصوت واضح حتى، يعني بصوت مسموع، وفي نفس الوقت اللي هو نبرتي التون بتاعتي هاديه، مش اللي هو بجعر وبتاع، واللي قدامي هيفهم الموضوع كويس جدا وهيعرف ان انا واثق من نفسي. طيب ازاي اكون الجذر اللي هو الافكار مظبوطه؟ ان انا اعرف حاجه عن كل حاجه في المهارات كتير في الحياه، دي حاجه. الحاجه التانيه، لو انا رايح اتفاوض مع حد على حاجه او رايح اتكلم مع حد في حاجه،
يكون عندي معلومات عن الموضوع ده، انا محضر كلام كويس جدا عن الموضوع ده عشان لما اجي اتكلم فيه ابقى انا فاهم انا هتكلم في ايه، ما اكونش رايح كده برتجل وانا واثق من نفسي بس ما عنديش كلام، مفيش معلومات، صفر. انت كده مش رايح اصلا، انت ما تروحش اصلا. فاهم؟ ده لما تبدا تطبق الموضوع ده في اصغر المواقف في حياتك، فتخلي عندك معرفه اللي هي نوليدج كبيره جدا في حياتك، ده هيساعدك ان انت اي موضوع تتكلم فيه انا بتكلم بثقه لان انا بقول معلومه صح، فانا مش خايف من الكلام. دي اول حاجه. تاني حاجه، لما تكون الثقه بالنفس دي داخليه هتلاقي نفسك لما تلبس كويس مثلا ده هيساعدك، خارجي هيساعدك. انا مش عايزه يبقى الاساسي، انا عايز يبقى الاساسي في دماغك اللي هي الافكار، فمخلياك جواك انت عارف انت مين كويس، عارف قيمتك كويس، فهتلاقي الموضوع خلاص عارف تعدي لاي موقف، بتتكلم في اي موقف بثقه مش بنبره عاليه وخلاص، لا. وخلي الثقه بالنفس اللي هو تكون واثق من نفسك، ما تخليهاش تسيبك ابدا في كل مواقف حياتك. اصغر موقف تكون انا عارف المعلومه دي كويس اقولها، مش عارفها ومش عارف حتى اقول اي معلومه عن الموضوع ده، يبقى اسكت خالص، يبقى احسن لي بكتير من اني اقول معلومه غلط فيبقى ايه، دي مش ثقه بالنفس. فاهمين؟ يبقى كده باختصار عشان نلم النقطه ديت، الثقه بالنفس ان انت تكون واثق من نفسك داخليا، عندك معرفه كبيره، بتقول الكلام بطريقه اللي قدامك يسمعك كويس ويبقى فاهمك كويس، وتقولها وانت واثق من نفسك في جميع مواقف حياتك. واحنا كده خلصنا الثقه بالنفس. كده احنا خلصنا اول جزء في الفيديو. نخش على الجزء الثاني وهو ازاي تكون شخصيه قويه، شخصيه جريئه في حياتك. الاول عايزين نقول شويه مفاهيم، والمفاهيم دي غلط، ملهاش علاقه بقوه الشخصيه. الشخص اللي بيزعق وبيتكلم بصوت عالي وبيغلط وبيقول بيكون غير اخلاقي وسط المجتمع، ده كان مش شخصيه قويه خالص. طيب ازاي تكون شخصيه قويه؟ اول حاجه انا عايزك تركز على نفسك. يعني ايه تركز على نفسك؟ تركز على امكانياتك. امكانياتك ازاي؟ هفهمك الموضوع. انت مثلا شخص ما بيعرفش يتكلم، اتعلم ازاي تتكلم. انت شخص ما بتعرفش ان انت توصل الفكره اللي عندك للي قدامك، اتعلم الموضوع ده. انت شخص ما بيعرفش مثلا ان هو يفهم اللي قدامه هو قصده ايه، اتعلم الكلام ده. الحاجات دي كلها لما تتعلمها وتخلي عندك حدود ومبادئ ما تتغيرش ابدا. يعني ايه؟ يعني انت مثلا ما بتحبش اي حاجه في الدنيا، كلنا بشر، فاهم؟ يعني بنحب حاجات مش بنحب حاجات. انت لو في اي حاجه في حياتك مش بتحبها، خلي عندك حدود ومبادئ. اي حد ايا كان يتخطى الحدود ديت ابدا وقفه عند حده صح، بطريقه كويسه، بطريقه اخلاقيه، تبين له اللي هو لا الحاجه دي ما تعملهاش معايا لان الحاجه ديت انا مش متقبلها مثلا. ده كده هيخليه ما يعملهاش، النتيجه مش هيعملها، تمام؟ ما يعملهاش، يبقى انت كده ما خليتوش يجي على المبادئ بتاعتك او على الحدود بتاعتك. بقيت كده انت شخص قوي، شخص جريء، عارف ان هو يحافظ على حدوده كويس وما يخليش حد يتخطاها. وفي العلاقات دي مهمة جدا 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 انك تكون شخص قوي، اللي هو الناس اللي حواليك يشوفك القائد بتاعهم، اللي هو مثلا اي موقف يحصل قول لفلان هو هيعرف يظبطه، انا مع فلان في اي حاجة. دي مش بتيجي من فراغ. فانك تكون شخص قوي وعندك شخصية قوية دي مهمة جدا. الاساس بتاعها او الجذر بتاعها وهو بايمانك بقدراتك ومعرفتك، وان انت ازاي الحاجات اللي انت وحش فيها او الحاجات القليلة في حياتك بتنميها، بتطورها عشان تبقى شخص قوي في كل جوانب حياته. تالت جزء واخر جزء في الفيديو وهو تطوير الذات والتنمية البشرية. ودي اكتر حاجة انا بحبها واكتر حاجة انا بتكلم فيها، فتلاقيني متحمس شوية. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايزك في حياتك اي حاجة ايا كانت تفكر فيها تفكير واحد بس، الحاجة دي هتفيدني ولا لا وفي دنيتي وفي اخرتي، تمام؟ يعني مثلا الحاجة دي فادتني في دنيتي حلو، فادتني في الاخرة بتاعتي حلو، يبقى دي حاجة كويسة. الحاجة دي ضرتني يبقى لا ما اعملهاش. ده في اي حاجة في حياتك ايا كانت. حلو تمام. التنمية البشرية، في التنمية البشرية يا معلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك مثلا ان انت لازم تصحى الصبح. حلو، تصحى الصبح عشان تنتج. طيب انت بتصحى متأخر بس بتنتج برضه، دي حاجة فادتك؟ لا، يبقى ما تعملهاش. ده اللي انا بتكلم فيه. التنمية البشرية
هي كويسه جدا. كويسه جدا في ايه؟ ان هي بتقول لك حاجات كتير انت لازم تعملها، وانت المعلومات دي في دماغك لان انت سمعتها كتير. لازم تعمل كده، لازم مثلا تنمي مهاراتك، لازم تتعلم حاجات في حياتك. كل الحاجات دي انت اتعلمتها وكل الحاجات دي في دماغك، بس في ناس كتير جدا مش بتطبقها. يعني مثلا انزل الجيم، تمام؟ هل انت مستنيني اطلع اقول لك انزل جيم؟ لا، انت اوريدي مثلا عارف ان انت عايز تنزل جيم بس ما بتنزلش. ليه؟ ما فيش سبب، كسل بقى او ايا كان، ما بتنزلش الجيم. طب بقول لك صلي، انت مش عارف ان مستنيني اقول لك صلي؟ لا، هو موجود في دماغك ان انت عارف تصلي ازاي. فالفكره في التنميه البشريه او تطوير الذات ان كل انسان في دماغه الحاجات الصح اللي يخليها تنور له طريقه او تظبط له حياته. مثلا انا دلوقتي جيت سالتك قلت لك ازاي اخلي حياتي احسن، هتقول لي صلي، هتقول لي كل كويس، هتقول لي روح جيم، هتقول لي اشتغل، هتقول لي حاجات كتير، صح؟ طب انت ليه مش بتطبق الحاجات دي؟ فاهم؟ ده السؤال المهم. فالتنميه البشريه بتفكرك وبتنور لك الحتت الضلمه اللي في دماغك ديت علشان خاطر تعملها في حياتك. طيب انت لو عملتها، مثلا رحت الجيم، مين المستفيد؟ انت، صح ولا غلط؟ صليت، مين المستفيد؟ انت. رحت شغل، مين المستفيد؟ انت. ده التنميه البشريه وده تطوير الذات، ان هم بيخلوك تعرف حاجات تخلي حياتك افضل، تخلي حياتك احسن. اما اقول لك مثلا طور من نفسك في كل جوانب حياتك، هتقول لي طيب كويس انا عارف الكلام ده بس ما بتعملوش. فانا لما اطلع اقول لك الكلام ده زي ما تقول كده بذكرك ان انت تعمل الحاجات دي. اهم حاجه بحب اتكلم فيها في التنميه البشريه او تطوير الذات، وهي حاجه كويسه جدا، قرب كده واسمعني كويس في النقطه ديت، وهي ما تركز على صعوبه الشيء او على صعوبه الهدف، ركز على جمال النتائج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مثلا نزلت الجيم ساعتين يا باشا، فرهضه وفهم وشغل ومش قادر، فرهضه، الالياف العضليه بتاعتك اتدمرت خالص. ده صعوبه الشيء، صح؟ انا مش عايزك تركز على الصعوبه دي، تستمتع بيها. ليه؟ علشان خاطر جمال النتيجه اللي هو لما تروح وتستمر شويه هتلاقي في جسمك شكل جسمك بقى احسن، بقى عندك عضلات كويسه، في صحتك بقى احسن. فاهم؟ فده جمال الشيء. برضو ما تركز على صعوبة الشيء. لو انت مثلا رايح الشغل كل يوم فرهضة وتعب ومش عارف ايه، طيب ايه هي النتيجة؟ الفلوس. هتخلي حياتك اسهل، هتخلي حياتك احسن، هتخليك تعمل حاجات كويسة في حياتك. فانا بقول لك ما تركزش على صعوبة الشيء، ولكن ركز على جمال النتائج. النتائج بتاعته جميلة، فاهم؟ فطالما النتيجة جميلة يبقى اعملها. وحاجة مهمة عايز اكلمك فيها في التنمية البشرية، وهو العقل بطبعه مصمم ان هو ما بيحبش يعمل حاجة فيها تعب، بيحب يعمل كل حاجة فيها راحة. لو قلت له انزل جيم يقول لك لا يا عم، جيم مين وبتاع مين؟ طب نروح شغل، لا ما تروحش. طب هو مثلا لا ما تصليش. هو مش عايز يعمل حاجة، عايزك تفضل معلتك ما بتعملش اي حاجة. فافضل قرار تعمله دلوقتي حالا وهو الحاجات اللي انت عارف ان هي هتفيدك في حياتك، هتخلي جودة حياتك افضل، قوم دلوقتي حالا واعملها، وصدقني هتلاقي النتائج في حياتك بقت افضل بنسبة 180 درجة. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي حلقة النهاردة، واتمنى ان هي تكون مليانة معلومات تفيدكم. اتمنى ان انتوا تطبقوها على ارض الواقع علشان خاطر تفيدكم في حياتكم. كان معاكم محمد سعد، بعمل فيديوهات على اليوتيوب بقالي كتير، وبحاول هدفي هنا في القناة ان انا اغير حياتك وحياتك ولو 1% بس للافضل، ولا عايز اي حاجة غير اني افيد حياتك او اسيب اثر حلو في حياتك، انه يخلي حياتك تبقى افضل واحسن وتبقى مليانة انتاجية اكتر، وتبقى شخص افضل، شخص ايجابي، شخص جميل. فياريت لو انت استفدت من الفيديو دوت او عامة بتحب المحتوى دوت، انزل دلوقتي اضغط لايك وسبسكرايب، وابعت الفيديو لاصحابك اللي هم فعلا عايزين يخلوا حياتهم افضل، وبيحبوا ان هم المحتوى ده، وبيحبوا ان هم يطوروا من نفسهم. كان معاكم محمد سعد، انتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله الاسبوع الجاي. سلام.